ليك عين تقف قدام ربنا بعد كل الذنوب اللي انت بتعملها دي؟ اياك اشوفك معدي من قدام الجامع ولا الكنيسة في اي يوم من الايام. انت اللي زيك مكانه في الخمارات والاماكن المشبوهة. اوعى تصاحب ناس كويسة، شكلك هيبقى ايه في وسطهم؟ اصلا هم مش هيرحبوا بيك. سلام عليكم. لو قلت لك انا عندي صداع جامد جدا، هتقدر تفهم وتتخيل انا حاسس بايه دلوقتي بالظبط. انت ما خدتش مني شوية صداع علشان تدوقهم يعني وتتخيل طعمهم. انت حطيت نفسك مكاني واستدعيت تجربتك عن الصداع اللي اكيد جالك في يوم من الايام يعني. لكن لو قلت لك ان لسه واكل طبق في شنكاح اول امبارح بس طعمه ايه؟ تحفة. انت مش هتقدر تتخيل طعمه اصلا، ولا هتعرف هو حلو ولا وحش. ببساطة علشان مفيش حاجة اسمها في شنكاح. أحسن طريقة تعرف بيها اللي قدامك حاسس بإيه وبيفكر إزاي إنك تحط نفسك مكانه. ودي استراتيجية معروفة جدا في الحروب. علشان أتوقع الخطوة الجاية من عدوي لازم أحط نفسي مكانه وأفكر بعقله هو مش بعقلي أنا. ده مع احترامي لعقلي يعني وكل حاجة. ودي حاجة أنا شخصيا أثناء دراستي للقانون ودراستي للفنون لمستها جدا. إحنا في الدنيا دي ملناش غير عدو واحد واضح ومعروف، الشيطان. صح ولا لأ؟ إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. طبعا أنا لو قلت لك حط نفسك مكان الشيطان وفكر بدماغه هتزعل مني، وأكيد أنا كمان مش هوافق أعمل كده. أنا ما بحبوش زيك والله. إحنا نعمل إيه بقى؟ نجيب واحد ملوش أهل نشيله الليلة دي. يا ترى مين اللي ممكن يقبل إنه يلعب معانا اللعبة دي؟ هو مفيش غيره، شات جي بي تي. وللأمانة أنا شفت الفكرة دي في بوست على الفيس من فترة وعجبتني جدا. لو سألت شات جي بي تي وقلنا له تخيل إن أنت الشيطان، والله العظيم الراجل ده بيتمرمط معانا. إيه الحاجات اللي أنت ممكن تعملها معايا علشان تبعدني عن ربنا يا شيطان؟ وأنا من دلوقتي في كل الحوار ده واللي جاي هتكلم على لسان شات جي بي تي. الكلام اللي جاي ده مش كلام أنا، ومش مسامح أي حد يقصه وينشره لوحده. أنا بقول أهو. شوف بقى يا حبيبي، أول حاجة لازم أقنعك بيها إني مش موجود أصلا. أنا كدبة أنت اللي اخترعتها علشان تلاقي شماعة تعلق عليها أخطائك ومشاكلك وشرور نفسك. مفيش حاجة اسمها شيطان أصلا. أنت بتصدق الكلام ده برضه؟ طب ما أنا محبوس طول شهر رمضان وأنت ماشي على التعليمات بالمسطرة، ناقص تجيب كفتة وتيجي تزورني. مين بقى اللي بيوسوس لك في رمضان؟ مين اللي بيخليك تعمل كل اللي أنت بتعمله؟ ولا هتقول لي إنك ما بتغلطش في رمضان؟ يا حبيبي هم حفظوك إن نفسك الأمارة بالسوء هي اللي بتوسوس لك في رمضان. طب ونفسك دي واخدة بقية السنة أجازة؟ اقتنعت بقى إن أنا مش موجود؟ حلوة قوي. أنت كده بقيت معايا على أول الطريق. أنا مش هقول لك أكفر يا عم، أعوذ بالله يا أخي. ده أنا مؤمن زيك وبحب ربنا، وعشان بحب ربنا عارف إنه غفور رحيم. ما تجيش أنت بقى على نفسك، ما تلومش نفسك على كل غلطة بتعملها. عيل وغلط يعني إيه اللي هيحصل؟ وبعدين ده أنت أحسن من ناس كتير. بتعمل إيه يعني؟ بتكسل عن الصلاة أوقات؟ غيرك ما بيصليش خالص. بتخطف نظرة من هنا ونظرة من هنا، غيرك بيخطف رجله لحد أقرب مكان مشبوه. عايز تتوب؟ وماله، نتوب. دلوقتي إيه بس يا عم؟ حد يتوب في نص الليل كده؟ النهار له عينين. ولا أقولك خليها اليوم الجمعة، أهو يوم مفترج وفي ساعة إجابة وأجازة في نفس الوقت، معاك اليوم بقى من أوله. توب براحتك. ولا أقولك بقى الأحسن من كل ده، إنك تستنى لما ربنا يكرمك وتطلع عمرة. يا سلام بقى على شوية الدموع اللي هينزلوا منك قدام الكعبة دول، هيغسلوا قلبك. ريح انت بس دلوقتي يا حمادة، العمر لسه قدامك طويل. خلاص ريحت لها وبطلت تحاول؟ يا وحش يا سيء يا مذنب. ليك عين تقف قدام ربنا بعد كل الذنوب اللي انت بتعملها دي؟ اياك اشوفك معدي من قدام الجامع ولا الكنيسة في اي يوم من الايام. انت اللي زيك مكانه في الخمارات والاماكن المشبوهة. اوعى تصاحب ناس كويسة، شكلك هيبقى ايه في وسطهم؟ اصلا هم مش هيرحبوا بيك، هيحسسوك بالدونية ويفكروك بذنوبك. اقولك صاحب ناس زيك؟ لا هقولك
انت تصاحب ناس اوحش منك عشان تبقى انت وسطهم كده مميز. نفسك اللوامة منغصة عليك عيشتك، صح؟ نازلة فيك تقطيم. لا 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 لا، بقول لك ايه، عايزين نخلص بقى من الحوار ده. احنا مش هنعيش طول عمرنا في جلد الذات ده. مالها يعني حياتك؟ مش عاجباك في ايه؟ ما انت حلو اهو زي الفل ولسه واكل فراخ. الدنيا جميلة يا ابني وحلوة، عيش حياتك. هو يعني ربنا خلقك علشان يعكنن عليك؟ هو ربنا هيزعل في ايه انه يشوفك مبسوط؟ كل الحاجات اللي بتعتبرها ذنوب ولا تفرق مع ربنا في حاجة. ده ربنا بيحبك. أي حاجة هتريحك تبقى هي الصح، وأي حاجة هتتعبك تبقى هي الغلط بعينه. ألف مبروك يا باشا، أنت كده وصلت للنهائي، بقيت تعبد نفسك. طب هو إيه بقى مفهوم العبودية أصلا؟ العبودية معناها إنك تعمل كل اللي سيدك أمرك بيه سواء كنت حبه أو مش حبه. لما تبطل تعمل ده وتعمل اللي على هواك بس، تبقى غيرت إلهك، ما بقيتش تعبد ربنا وبقيت تعبد نفسك. وهو ده يا صديقي اللي الشيطان عايزك توصل له في آخر الرحلة. أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله أفلا تذكرون؟ ده الهدف النهائي اللي كان الشيطان عايزك توصل له أصلا، بس ما بدأش معاك من عنده، بدأ من بعيد قوي وفضل ماشي معاك خطوة خطوة بصبر ودأب لحد ما وصل لهدفه. دي شغلته، وهو عنده وقت كبير قوي يعملها بإتقان. الشيطان ما بيطلعش معاش على 60 زينا، ده شغال بقاله آلاف السنين وهيفضل شغال آلاف السنين. علشان كده ربنا سبحانه وتعالى قال: ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. قال عليها خطوات لأنها فعلا خطوات، زي ما انت شفت كده. الذكاء الاصطناعي كشف الخطة وفهمها، واحنا بقى عملنا ايه بذكائنا الحقيقي اللي مش اصطناعي؟ في قصة كده من قصص التراث الديني معظمنا يعرفها، عن راهب قديم اسمه برصيصة العابد، واحد من رهبان بني إسرائيل. الراجل ده كان عايش مع ربنا في صومعته، ما وراهوش حاجة غير العبادة. 60 سنة عايش مع ربنا في الطاعة. متخيلين الرقم؟ 60 سنة الشيطان مش عارف يكسبه. تفتكروا بقى الشيطان ده زهق؟ لا، فضل وراه لحد ما جه شوية شباب رعاة غنم سابوا أختهم لوحدها في البيت اللي جنبه وسافروا. الشيطان قال له: ما تروح يا عم تشقر على جارتك دي، شوفها يمكن تكون محتاجة حاجة، دي ست لوحدها وملهاش راجل. انت ايه يا أخي، ما عندكش نخوة؟ الراجل قال له: أروح لها ازاي بس يا عم، دي ست لوحدها، عيب ما يصحش. قال له: انت لا هتشوفها يا عم ولا هتكلمها، انت هتخبط على الباب وتسيب الأكل قدام الباب وتمشي. بقى يعمل كده، وده صح مش غلط. وتأكد إن الشيطان دايما بداياته صح، عمره ما يبدأ معاك من حتة غلط. شوية بشوية بقى يحط الأكل ويسألها: مش محتاجة حاجة تانية غير الأكل؟ أعمل لك خربوش شاي؟ وهي تقول له: ما تحرمش منك يا سر راهب. كل ده من ورا الباب، مفيش حاجة يعني. شوية بشوية الشيطان قال له: ما تستنى يا عم لما تفتح الباب وتطمن عليها بنفسك، يمكن تكون محتاجة حاجة ومكسوفة تقولك، انت كلك نظر برضه. بدأ يقف ويتكلم معاها وجها لوجه. بعد شوية كمان الشيطان قال له: طب ما تاخدها يا عم تعيش معاك في صومعتك أمانة لحد ما اخواتها يرجعوا سالمين غانمين، بما انهم يعني بتوع غنم فهيرجعوا غانمين كده يعني. وفعلا راحت عاشت معاه في صومعته، وحضراتكم عارفين الباقي بقى. رغم كده الشيطان ما وقفش عند الخطوة دي، لا، أقنعه يقتلها هي وابنه اللي في بطنها ويخلص منه، ومحدش هيكدبه، هو راجل محترم وكلمته مسموعة، وعمل كده فعلا. ولما اخواتها رجعوا يسألوا عليها قال لهم: ما اعرفش عنها حاجة، أنا راجل في صومعتي وكافي خيري شري.
الشيطان بدأ يظهر لإخواتها في الأحلام ويقول لهم إن الراهب ده عمل كذا وكذا في أختكم ودفنها كمان في المكان الفلاني. راحوا يتأكدوا، لقوا اللي بيشوفوه في الحلم صح. جابوا الراهب وكانوا على وشك يطبقوا فيه القصاص. جاله ساعتها الشيطان على هيئة إنسان وقال له: أنا الوحيد اللي أقدر أنقذك من كل ده، بس تسجد لي وأنا أحلك منهم. الراهب سجد. ساعتها الشيطان قال له الجملة اللي هيقولها يوم القيامة لكل واحد مش وراه: إني بريء منك، إني أخاف الله رب العالمين. شوف بدأت منين وخلصت فين. فهمنا اللعبة ولا لسه ماشيين في الطريق اللي بيسرق عمرنا خطوة ورا خطوة؟ وهنرجع إمتى؟ النهاردة ودلوقتي، ولا لسه هنسوف تاني ونضيع وقت تاني؟ الحكاية كلها بين إيديك، وأنا اديتك واديت نفسي فرصة نفكر سوا بدماغ عدونا، وعرفنا هو بيلعب معانا إزاي. ويا رب يا رب نلحق نعمل حاجة صح. ربنا يرحم بقى عمنا الأستاذ سيد حجاب لما قالوا زمان دنيا دنية وغرورة، قلنا واللي تغره يخسر مصيره. قالوا الشيطان قادر وله 1000 صورة، قلنا ما يقدر على اللي خيره لغيره. وكل سنة وانت طيبين.